وهتمنع اكسده البشره وهترطب بشرتك بشكل ملحوظ، وكمان هتفتحها. بشرتك مش محتاجه اكتر من كده. بس جربتي تعملي صابونه حليب الرز الكوري؟ ما جربتيش صح؟ طب استني بس هقولك على حاجه بسيطه. انت تعرفي طب ايه هي فوائدها؟ فوائدها تستحق التجربه. بتمنع اكسده البشره، بتفتح البشره بشكل ملحوظ، وكمان بترطب البشره وبتزيد من حيويه البشره ونضارتها. عايزه اقولك رهيبه. ما ينفعش ما تستخدميهاش وما ينفعش ما تعمليهاش. طب تعالي نعملها سوا بمكونات بسيطه، تكلفه قليله قوي، وهتديكي نتائج فظيعه، وهتعمل لك من 5 ل6 صابونات. صليتي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنروح نجيب فنجان رز مصري ونغسله كويس قوي، وتحطي لي عليه كوبايه من الميه، يا ريت معدنيه او مفلتره، وكمان زيها كوبايه حليب. سيبيه منقوع. بعد ما سبتيه منقوع صفيهولي. صفيتي خلاص الرز اللي طلع الحب ده اركنيهولي على جنب، هنستخدمه تاني. بالنسبه بقى الحليب الرز اللي احنا طلعناه، هنجيب صابونه جليسرين هنبشرها ونحطها فيه، ونحطها على نار هاديه، ونقلب لحد ما تدوب خالص. دابت خلاص، اتبقى معاكي رز حبوب. احنا عايزين ناخد الخلاصه. هنحط عليها فنجان ميه ورد، ونضربها في الخلاط كويس قوي 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 على قد ما تقدري، علشان ما تبقاش محببه. ورجعيها لي تاني على الصابون اللي احنا دوبناه في الحليب. بعد كده هتحطي لي معلقه كبيره من زيت الورد، ونص معلقه من زيت فيتامين اي، وقلبي. حطي لي في قوالب التلج، شيليه في الفريزر، تاني يوم طلعيها. هتديكي ماكسيمم 6 صابونات، وعايزه اقول لك رهيبه. ما تقوليش لعدوك عليها، استخدميها صباحا ومساء، وهتمنع اكسده البشره وهترطب بشرتك بشكل ملحوظ، وكمان هتفتحها. بشرتك مش محتاجه اكتر من كده. بس يا جميله، خلصتي معاكي الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.